كل طرق الربح من الانترنت في فيديو واحد. اليومين اللي فاتوا انتشرت اخبار كتير عن حبس صانع المحتوى واليوتيوبر احمد ابو زيد. احمد اللي انشأ قناه دروس اونلاين واللي عليها اكتر من 8 مليون متابع، قناه بتقدم كورسات للشباب وبالتحديد الجيل الصغير. احمد شاب محبوب جدا وليه شعبيه كبيره عند الناس، ومفيش اتنين يختلفوا عليه، راجل ولا ليه في السياسه ولا ليه في الدين، وكل تركيزه على قناه اليوتيوب والمحتوى اللي بيقدمه. حد هيسالني طيب شاب بالمواصفات دي هيتقبض عليه ليه؟ هل ارتكب جريمه؟ سرق مثلا، ولا قام بعمليه نصب وضحك على ناس؟ ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو الحقيقه ما عملش كده، هو عمل جريمه اخطر من كل ده، وده بحسب تقارير النيابه العامه. جريمه ما بتاذيش شخص واحد، لكن ممكن تاذي ناس كتير بشكل غير مباشر. طب ايه تفاصيل الحكايه؟ وايه اللي عمله احمد ابو زيد وصله للحبس؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. من فترة كده أحمد كان مقدم على مسابقة عالمية بتقدمها دولة الإمارات العربية اسمها قمة المليار متابع، والجايزة بتاعتها كانت $1,000,000. وقبل المسابقة بكام يوم المنظمين كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع المتقدمين، لكن تحصل هنا المفاجأة لما المختصين بالتواصل مع أحمد أبو زيد وهم بيحاولوا يتواصلوا معاه ويتكلموه، احمد مش بيرد. الناس تتصل مره واثنين وثلاثه ومفيش اي استجابه. حاولوا يبعتوا له ايميلات ورسائل على الصفحه ومواقع التواصل الاجتماعي بتاعته، لكن ما كانش في اي حد بيرد عليهم. وهنا بدات الاسئله والمخاوف تزيد. هو احمد ابو زيد اختفى فين؟ طب هو كويس ولا لا؟ لحد ما بدات تنتشر اخبار انه اتقبض عليه متلبس في جريمه كبيره. وواحده واحده المعلومات بدات تتسرب والقصص بدات تنتشر من الجيران اللي ساكنين معاه في القريه، اللي شافوا كل حاجه بالتفاصيل. وبحسب الواقعه ففي واحد من جيران احمد ابو زيد الناس بتقول انه كان غيران منه او بيحقد عليه، راح الاسم وبلغ عنه وقال انه بيتاجر في العمله. طب يعني ايه بيتاجر في العمله؟ يعني الراجل معاه دولارات او عمله من العملات الصعبه، وبدل ما يحولها لجنيهات مصريه من البنك، لا هو بيبيع ويشتري منها في السوق السوداء. وده بيعاقب عليه القانون المصري بالحبس لمده ما تقلش عن 3 سنين وما تزيدش عن 10 سنين، وغرامه ما تقلش عن 1,000,000 جنيه وما تزيدش عن 5 مليون جنيه زائد المبلغ اللي اتمسك معاه. واجهزه الدوله بقت حساسه جدا من اي بلاغات بتيجي من النوع ده، وده بعد ازمه الدولار اللي حصلت في بدايه 2024 لما كلنا شفنا ان الدولار وصل لحد 72 جنيه، وده لان الناس كلها كانت وقتها بتتعامل مع السوق السوداء وسحبوا كل الدولارات من البنك. المهم اول ما البلاغ وصل للشرطه تتحرك قوات من الاسم على بيت احمد ابو زيد وتخش تفتش في كل خرم في البيت. وهنا كانت المفاجاه، قوات الشرطه لقيوا جوه مبلغ كبير جدا من الدولارات. قاموا قبضوا على احمد ابو زيد وحرزوا الفلوس، واتحبس وقتها احمد 4 ايام على ذمه التحقيق. وكل ده ومحدش بره يعرف عنه اي حاجه، حتى اهله محدش فيهم كان راضي يتكلم عشان الموضوع ما يتعقدش، ويحاولوا يحلوا الموضوع مع الشرطه حتى لو هيدفعوا غرامه كبيره. عشان كده كانت في حاله من الغموض، لان محدش من اهله او صحابه راضي يقول على اللي حصل. لكن ده طبعا يزود الشكوك جدا، والناس عماله تسال هو الولد راح فين يا جماعه؟ ومفيش بيانات من وزاره الداخليه او من النيابه العامه بتقول الراجل ده راح فين. لحد ما واحده واحده الاخبار بدات تتسرب من فريق الدفاع اللي عينوهم اسره احمد للدفاع عنه في النيابه. وبحسب المعلومات فاحمد وصل له تحويلات بنكيه فوق المعدل الطبيعي. طبعا احنا عارفين ان احمد عنده قناه على اليوتيوب، وطبعا كل دخله بالدولار، فطبيعي ان كل شهر بيخش له دولارات. لكن المره دي المبلغ كان زياده عن الحد الطبيعي، وده سمع عند البنك المركزي. وبعد التحريات والبحث لقيوا انه كان بيسحب المبالغ دي نقدا من البنك عشان يتاجر في العمله بشكل غير قانوني خارج الاطار المصرفي الرسمي. الكلام ده معناه ايه؟ يعني هو بدل ما يغير الدولارات من البنك المركزي، لا بيروح يغيرها في السوق السوداء. وبناء على الكلام ده اتحبس 15 يوم تاني على ذمه التحقيق لحد ما النيابه العامه تحقق بشكل اكبر في الموضوع. وده اللي خلى اسمه يخرج من المسابقه بتاعه الامارات، لان كان ميعادها جه واحمد لسه في الحبس. لكن المحامين بتوعه حاولوا يقدموا استئناف في غرفه المشوره في محكمه السلطه في الغربيه انهم يخرجوه بكفاله وبضمان محل اقامته. وفعلا الغرفه وافقت على الكفاله، لكن طبعا النيابه العامه رفضت الكلام ده وكملت التحقيق والاجراءات في القضيه، والمحكمه وافقت. وبالفعل يجي يوم 13 وتيجي الجلسه بتاعه المحاكمه بتاعه احمد وتحول للجنايات. كل ده طبعا بالكلام الرسمي اللي طلع من النيابه العامه وبناء على الورق واجراءات المحامين. طبعا دول ما يقدروش يكذبوا، حتى اهل احمد ما طلعوش نفوا الكلام ده. خلاص احنا قلنا ان الكلام ده كله مظبوط وكلام باوراق رسميه. نيجي بقى نبص على السوشيال ميديا، وخاصه الناس اللي بتصطاد في الماء العكر. واول واحد اللي انا توقفت عنده ولقيته ماشي ورا الموجه وكمان عايز يركب الترند بالموضوع هو السويسي. واحد بعت له كده على التيك توك وبيقول له ما تتكلم عن احمد ابو زيد ده حتى ابن بلدك ومن الصنطه. السويسي بقى يرد عليه يقول له ايه؟ قام قال له عشان تنجو في البلد دي لازم تفشل، اصل يا ابني الناجح بيتقبض عليه. وانا اصلا اراهن ان السويسي ده يكون شاف فيديو واحد لاحمد ابو زيد ولا حتى كان يعرفه. ده راجل طالع يقول شعارات عشان يركب بيها الترند، ولا هو فاهم اتقبض عليه ليه ولا اصلا عارف حيثيات القضيه. ده من الاخر كده عايز ياكل عيش على قفاه. اتكلم عن احمد ابو زياد، اتكلموا ليه؟ افشل يا صاحبي عشان تنجو افشل. لما الناس مش عاوزه تشوف حد ناجح،
راجل محترم، راجل كان مهندس، راجل عمل محتوى كان بيفيد بالناس، راجل ما عداش حد، راجل عمره ما ولا اتدخل ولا في السياسه ولا في دين ولا في اي حاجه. تلبس له يعني سمعت اللي هو يتحبس ليه؟ عشان اديت عمر ما قناه اليوتيوب بتدخل، يعني عشان بيقول لك له مبالغ بالدولار داخله له كتير، ما قناه اليوتيوب بتكسب. بس انت افشل. يعني احنا عندنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يحب الفشل قوي، يحب الفشل والبلطجه والكالح. يعني مستنظر ايه من عمرو جله لما يتكرم يا صاحبي؟ انت مستنظر ايه؟ يعني واحد زي ده كان قمه الاحترام، راجل بيعمل حاجه مفيده للناس، راجل كان مصنف من احسن صناع المحتوى. حد هيسيبه في حاله؟ حد خبطه زومبا، خبطه بتاع عشان ده ما يتشافش. نشوف عمرو جله ونشوف اللي غيره، والسب واللعن والقذف في العالم دي تمشي. فاحنا يعني انت عاوز تعيش افشل، افشل وبوظ. غير كده اقسم بالله ما انت خطوه قدام، هتزعل على نفسك. ده غير ناس تانية بقى خدوا الموضوع بتاع احمد علشان ينفذوا اجندته، واقرب مثال على ده كان الاعلامي محمد ناصر، وده عامل برنامج بره مصر وكل يوم يطلع يهاجم البلد. صاحبنا ده اول ما عرف اللي حصل قام طلع واستغل القضيه، وطبعا هو عارف ان احمد ليه شعبيه كبيره جدا عند الشباب، فعمال يحرضهم على البلد. وبرضه اسامه جاويش ما سابش الموضوع، طلع يقول ان الحكومه عملت كده يعني عشان تسرق فلوس الراجل ويقلبوه في شويه الدولارات اللي معاه، ومقضيها ليل نهار شحن وتسخين في الشباب. قيس على ده بقى امثله كتير، كل واحد بياخد الموضوع ويستغله بالطريقه اللي تخدم الاجنده بتاعته. لكن تعالوا كده بقى نفكر بالعقل ونسال نفسنا كام سؤال. هي ليه الشرطه هتروح تقبض على واحد ليه شعبيه ضخمه زي احمد ابو زيد، وراجل كان مسافر الامارات وداخل مسابقه عالميه؟ يعني ايه اللي هيستفادوه؟ بل بالعكس، الموضوع هيعود عليهم اصلا بالسلب، لان كل اللي بيحبوا احمد ابو زيد ومتابعينه هيقفوا في ظهره وهيهاجموا البلد، واصلا كله قاعد بره مستنيين اي حاجه ومترقبين عشان يسخنوا بيها الناس. هيلاقوا ان دي فرصه ذهبيه عشان ياخدوا الموضوع ويلعبوا بيه على مشاعر الشباب. يعني اسامه جاويش طالع يقول لك دول عايزين يسرقوا الواد وينهبوه وينصبوا عليه. ياه، يعني هم الكام الف دولار اللي مع احمد ابو زيد هم اللي هيحلوا مشاكل مصر الاقتصاديه قصاد حاله الهيجان اللي هتحصل بعد ما يقبضوا عليه؟ وبعدين هيسيبوا كل اللي بيعملوا دولارات بالملايين ويمسكوا في واحد معاه ملاليم بس شعبيته كبيره؟ يا جماعه فكروا بعقلكم مش بمشاعركم. انا واحد بحترم احمد جدا، لكن مفيش نار من غير دخان. لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين نظلم الراجل او نظلم قوات الشرطه اللي طلع عليهم اشاعات. واليومين الجايين خلال المحاكمه بتاعت احمد تفاصيل كتير هتبان والصوره هتكمل وهتبقى اوضح. لكن المهم ان احنا ما نسيبش دماغنا الناس تحط فيها افكار واصلا مش منطقيه. في النهايه بعد ما عرفت الحكايه كلها اكتب لنا رايك تحت في الكومنتات. تفتكر احمد ابو زيد مظلوم فعلا ولا الحكايه فيها؟ وما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه عشان توصلك الخلاصه. سلام.